فرضنا ان انت بمنتهى الوقار بتسال ابنك عادي، يعني مش واخد خوانه، تقول له ايه يا نجوميه اخبار الاساينمنت بتاع الماث ايه؟ لقيته بيرد عليك بيقول لك ايه؟ ما عملتوش ومش هعمله، واللي مش عاجبه يروح يعمله هو. انا لا هتعصب ولا هنرفز نفسي ولا هتخانق ولا لغايه ما هنالك بس. لا لا، مش الكتانيل، احنا هنلعبها بالصياعه. اول اقتراح تقول له بص، انا لو كلمتك بالاسلوب ده قبل كده انا بعتذر، انت اسلوب جارح جدا وما فيهوش اي احترام، واللي انا ما اقبلوش على نفسي ما اقبلوش عليك، فلو ده صدر مني انا بعتذر لك. ممكن نبتدي من الاول ونجرب تاني كده. تاني اقتراح هندخل صعبانيات، اللي هو ايه؟ ايه ده؟ طب ايدك معايا كده بقى ساعدني الملم جراحي. ليه يا حبيبي ليه تكلمني بالطريقه دي؟ هو انا مزعلاك في حاجه؟ وانت زعلان عشان لو زعلان مني في حاجه تعالى قول لي، وانا خدام لقمه عيشي، نقعد نتكلم بمنتهى الاحترام والتحضر ونشوف ايه المشكله ونحلها. انما الكلام بالاسلوب ده مش مقبول ابدا. ميزه في التكنيك ده ان لو في مشاعر سلبيه او خلفيات دفينه هتطلع، وفي الحالة دي الاتيتيود اللي صدر منه عرض لمرض، فاحنا كده عرفنا المرض، عالجنا المرض، يختفي العرض. او يعني مفيش حاجة بتختفي عشان نبقى صراحة مع بعض، عشان بس مروحة سقف الاكسبكتيشنز ما تطيرش رقبتنا، بس هي بتقل كتير. تالت اقتراح، بدل ما تركز على السلوك اللي صدر منه ركز على المشاعر اللي باينة عليه. فبدل ما واضح ان انت قليل الادب وما تربيتش، يبقى واضح ان انت غضبان جدا وفي حاجة مضايقاك. خد بالك من الفرق. وانا كمان طريقه الكلام دي بتضايقني وبتخليني غضبانه. فايه رايك نهدى كده، وكمان شويه لما تبقى مستعد تعالى احكي لي ايه اللي مضايقك عشان انا مهتمه اسمع. الاقتراح الرابع وده المفضل بالنسبه لي الحقيقه، تنكتي بقى تهزري، ومش بهدف ان انت تستخفي بكلامه او تسفي عليه، لا، بهدف ان انت تفصليه وتغيري المود. فاللي هو زي ايه؟ يا سكر ده، إيه السكر ده؟ لما تيجي تاخدني قلمين احسن. تعرف انا كنت وقعت على وداني وانا صغيره فتقريبا اسمجيت لاني اكيد سمعت غلط. قلت تاني كده يا عناية، انت كنت بتقول ايه؟ قسم وسمعني. والطريقه دي على فكره فعاله جدا، هي تبان هزار وكده وانك ما قفشتيش، بس لا لا لا، الرساله بتوصل كويس قوي وبشكل بسيط وفي حفظ ماء وجه لكل الاطراف، فبيبقى لذيذ جدا. الطريقه الخامسه بقى مبنيه على فرضيه ان انت تكوني مشطبه الحوض ومفضيه الغسيل وقاعده في نشوه مين احسن ست بيت في الدنيا ناو وكده يعني، فعندك شويه خلق تتجاهلي كل السباخ اللي هو طلعه من بقه وتاخديه في حضنك. اولا الهجمه المرتده الغير متوقعه دي هتربك صفوفه والحضن هيمتص غضبه، ومش بعيد يحس على دمه ويفتكر ان العلاقه اللي ما بينكم علاقه حب واحترام. سادس حاجة دي قابلة للتطبيق في حالة إن يكون في اتفاق مسبق في فاميلي ميتنج عملناه قبل كده، إنه أنا ما بقبلش إن حد يكلمني بأسلوب ما فيهوش احترام. فلو ده صدر من حد أنا هضطر أنسحب في صمت. تمام؟ وعلى ضوء هذا الاتفاق لو جه حبيب امه يتخانق معاكي خناقه فين الورق اللي انا كنت حاطه هنا اللي بتبقى كل يوم تنظيف دي، تسيبيه وتمشي لما تبقى جاهز تتكلم معايا باحترام، انا مستني. لو جه وراكي وطردك وبتاع خشي واقفلي عليكي الباب واستحمي انزلي تمشي يعني، بس بي كونسيستنت، يعني همشي يعني همشي لحد فعلا ما يهدى ويجي يتكلم معاكي باحترام.